هاي المرأة العراقية اللي تعرضت للضرب واللي الدم ينزف من عندها تحولت إلى ميم. وهاي الشابة اللي بعمر الورد واللي هي أخت لأحد ما أو بنت لأحد ما، واللي هي منهارة وتصرخ بأن هي تكره هذا العالم القبيح، هم يعني تحولت إلى ميم. شنو مشكلتي ويا الميمز؟ بس اول بدايه شنو معنى كلمه ميمز اصلا اللي هي مفردها ميم؟ شوفوا اول صياغه لكلمه ميمز كانت بكتاب ذا سيلفلس جين او الجين الاناني لريتشارد دوكنز اللي نشر عام 1976. هو كتاب عن المفاهيم الاحيائيه التطوريه والجينيه، ولكن هو تقريبا اللي صار كلمه ميم. هو بالاحرى مو صار كلمه ميم، وانما اعاد صياغه المصطلح الاغريقي اللي اسمه ميمم. ميمم بمعنى الشيء المنقول او ما يتم نقله، اللي ينتقل من شخص الى اخر، مثل الالحان والكلمات الشائعه او الكلمات الطاشيه مثلا حبش كلام. بس هو ليش اصلا حول كلمه ميمم الاغريقيه الى ميم؟ هو حولها لسبب بسيط. هو راد كلمه ميم انه تكون متجانسه ويا كلمه جين، يعني جين نفس ميم، لان بوجهه نظره الميم يعبر عن المنقول بين المجتمعات. مثل ما انه الجينات تنتقل من شخص الى اخر، هذا الميم او هو المنقول الوراثي هم ينتقل من شخص الى اخر. مو بس هيك، بل انه هذا المنقول الثقافي يتعرض الى ما تتعرض له الجينات. يعني الجينات تنتقل من شخص الى اخر، هو ينتقل الجينات ممكن تحصل بها طفرات، فهذا ممكن هم تحصل به طفرات. على سبيل المثال بالمجتمع الشعري، او خلينا نسميه هنا ميم بتعبير دوكنز، بالميم الشعري اكو الشعر العمودي، بعدين اجت طفره الشعر الحر، وبعدين اجت مثلا طفره قصيده النثر اللي ملحقين على الادب القديم ما سادس. كان اكو قصيده مال النثر ينعى اليوم وما تنحفظ، مال انس الحاج مدري منو، اللي هو اواه القريه واضنيتك تسلقت شجره، يا الله ايش قد كانت سخيفه. المهم، فمثل ما تصير طفرات بالجينات تصير طفرات بهذه الاشياء المنقوله، وبعدين هاي الطفرات تتعرض للاختبار. ممكن المجتمع يتقبلها فتبقى وتستمر، وممكن لا. مثل ما الجينات ممكن البيئه تتقبلها فتبقى وتستمر هاي الطفره الجينيه، او ممكن البيئه ما تتقبلها وبالتالي تندثر. مثلا قصيده النثر او الشعر المنثور اللي ما حد يحب يسمع على سبيل المثال، او ما حد يحب يكتبه، بالنهايه راح يندثر رغم كونه طفره معينه. بس على سبيل المثال الشعر الحر باختبار البقاء قرر بانه يكمل رغم خروجه، رغم كونه طفره مثلا عن الشعر العمودي. فمن هنا بالضبط اجت كلمه ميم. بس السؤال انه احنا ليش نحب الميم، وليش الميم ينتشر بهذه الدرجه الرهيبه؟ شوفوا اكو ما يسمى بالايموشنال كونتيجن، يعني بكل بساطة بأنه الميم قادر على أنه يحرك بينا أو يعطينا شحنة قوية من المشاعر، بغض النظر شنو هاي المشاعر. يعني ممكن تكون مشاعر غضب اتجاه فئة معينة، مثلا ميم على المعدان، فاحنا بنفس الوقت فرغنا الغضب وحسينا بشعور الأفضلية بأنه احنا أحسن من عندهم، وبنفس الوقت أنه يكون كسر الشيء مو منطقي فاحنا نضحك. فالميم عنده القدرة بأنه يعطينا هاي الشرارة، شرارة لأشياء معينة. تشوف ميم مثلا عن سبيستون قديم فيعيد لك شرارة النوستالجيا اللي هي الحنين للماضي بشكل كلش قوي. فالميم بشكل أساسي يعتمد على خزين الذاكرة مالتك. يعني أتذكر تعبير لأدونيس كان يحكي بيه عن الشعر، يقول بأنه القصائد مالتي المتلقي يشارك في كتابتها، يعني القصيدة مالتي تكبر وتصغر من حيث المعنى بحسب عقل المتلقي. إذا كان المتلقي عميق فراح يشوف المعاني العميقة، بينما بالنسبة للشخص العادي ممكن يقرأ النص بدون عمق ويحسه نص عادي. فنفس الشيء الميم مو يضحكك بحد ذاته، مو كونه فد شيء يعني هيك موضوعي بحد ذاته يضحك، ممكن هو معتمد على خزين ذاكرتك وخزين مشاعرك كذلك. اذا شوف الميم مثلا مال الام العراقيه لما تضرب ابنها بالشبشب ما اعرف شنو، انت ممكن بمجرد ما شفت هذا الفيديو اكو خزين من ذاكرتك انفتح عن موقف مثلا صار ويا والدتك بيوم من الايام انحمست والى اخره، فراح تضحك. فالميم هو قادر على اعطائنا هاي الشرارات اللي تفتح خزين الذاكره اللي جوانا، فبالتالي تفعل وياها ملفات كلش هواي من المشاعر، بالعاده تكون ممزوجه بطريقه كوميديه، وانه انت تقدر تسوي لها ريليت، انه تكون يعني تقدر تترابط وياها. واحنا مثل ما حكينا بفيديوهات سابقه بانه حاليا البشريه تعيش بحاله من الرفاهيه، يعني ما عادت تواجه مخاطر والى اخره فملتهيه، وانما قاعده بالبيت فتحس بالملل. ففكره الشرارات اللي تعطينا مشاعر كلش احنا نحبها. يعني ببساطه احنا فارغين فنحب نحس بمشاعر. يعني هاي الفكره هم تنطبق على سبيل المثال على الاغاني، يعني بدنا نحس بمشاعر معينه. يعني تلقى هو مثلا ما يحب بس يريد يحس بمشاعر الحب والانكسار والضياع، يعني نحب انه يكون عندنا مشاعر، ما نحب انه نكون فارغين. هسه احنا حبينا الميم وصارت من عندنا هواي مجموعات كلش تحب الميم، والمشكله لما هواي مجموعه من الناس يتفقون على شيء معين. اتذكر حلقه بكرتون معين يمكن فتيات القوه ما اعرف شنو، بس المهم فكره هي تفتح محل مال بيع عصاير ليمون، وصديقهم او جارهم هم يفتح محل مال بيع عصاير ليمون. فبسبب انه اثنينهم يبيعون نفس الشيء يبدي بيناتهم التنافس، فيبدي واحد يعلي على الثاني انه اشتري اثنين تحصل على الثالث، فذاك يعلي بانه اشتري اثنين تحصل على خمسه، لحد ما بنهايه الحلقه راحوا الاشياء اكستريم، انه لا تشتري من عندي عصير ليمون راح اروح انظف لك بيتك واغسل لك سيارتك واعطيك هديه قيمتها $70 ما اعرف شلون. قصد بانه لما تكون اكو مجموعه معينه متفقه على شيء واحد، على سبيل المثال مثلا احنا فئه كل احنا متدينين وسلام فرمنده، مع احترامي لهم ترى كل اصدقائي والله، بس اقصد لما يكون هذا المحيط المتدين بالنهايه الانسان ما يريد انه هويته تذوب، يريد يحس ببعض التفرد. فباعتبار انه احنا كل احنا قاعدين نحكي بالدين، فانا لازم اقول فد شيء متطرف على سبيل المثال، فد شيء متطرف دينيا،
على مود ابرز اكثر وعلى مود همين احس باختلافي وتفردي. ما هو بالنهايه احنا كلنا قاعد نسولف بالدين، فانا شنو فرقي؟ فلازم اقول هذا الراي المتطرف جدا على مود ابين بانه انا الاكثر تدينا يصير فوكس علي مثلا. او ليش شوف هذا المثال على سبيل المثال مشجعين الطوبه، كل احنا نشجع ريال مدريد، فانا شلون احس بالاختلاف بان انا اكون هذا المشجع اللي معصب وما اعرف شنو، على مود احس بتميزي بتفردي وسط هاي المجموعه. لذلك تشوف انه انت مثلا بلعبه الطوبه اذا جاي تشوفها وحدك ما تتفاعل كل شوي، بس لما نشوفها ويا المجتمع ممكن تتفاعل بطريقه مبالغ بها اكثر. الفكره بانه لما يشيع خطاب معين بمجتمع ما بكج وياه راح يجي التطرف بهاي الفكره نفسها اللي احنا قاعد نمارسها. شاع الميم وصار عندنا هواي ناس يحبون الميم، كل احنا جاي نسوي ميم، فانا لازم اتميز بطريقه او باخرى. راح اسوي ميمز يتجاوز على معتقدات مقدسه، راح اسوي ميمز بايحاءات معينه عن موضوع معين، وميمز يعيب على معاقين، يعيب على ناس عندهم احتياجات خاصه. يعني بعض الاحيان من اجل شعور التفرد الانسان يحاول يدخل بدائره انتماء كلش اصغر. احنا نوعيه الناس اللي تضحك على الميمز اللي يتجاوز كل الخطوط الحمراء. حسب نظريه العالم هنري تاتشفيلد، فدائما ما تميل هاي المجموعات الا انه تحس بالتفوق على المجموعات الاخرى. بهاي الحاله هاي المجموعه المتفوقه هي جزء من هويته، بالاحرى هويته، لان هويه من هو بينما هويه من هوى، يعني طاح. اوكي اسف ماكو داعي للي قلته. المهم يريدون يحسون بشعور التفوق، بانه احنا الناس اللي نضحك على مو الميمز السائد، نريد نضحك على ميمز متطرف. كذلك هذا صانع الميمز اللي ما اعرف يسمونه الميم لورد وكذا، يشوف اقبال على هاي الاشياء من فئه معينه فيظل يسوي من عندها اكثر، ويقوم يتجاوز خطوط اكبر، ويقوم يتجاوز مقدسات اكبر. هسه راح تقول لي اوكي كرار، يعني هو ميم بالنهايه احنا راح نضحك ونقلب والى اخره، يعني ما راح نتاثر. لازم اسولف لكم شويه عن ما يسمى ب The Third Person Theory او نظريه الرجل الثالث اللي صاغها العالم دافيسون بال 83 تقريبا. عالم دافيسون لاحظ بانه هذا الشيء المعين اللي يجيهم عن طريق الميديا اللي يتاثر به مو احنا. الناس دائما يقولون اللي يتاثر به مو احنا، يعني دائما عندهم شعور التفوق وانه بس الاغبياء اللي ممكن يتاثرون بهيك اشياء. انا بالنسبه لي راح اشوفها كميمز واقلب، او انا بالنسبه لي راح اشوف هذا الاعلان وما راح اتاثر واشتري المنتج. الناس الاغبياء ممكن يشترون المنتج، انا لا. انما حقيقه ربما الموضوع له نفس التاثير عليك بالضبط، بس مجرد هاي خدعه نفسيه. يعني دماغك يريد يحسسك بالتفوق ويحسسك مرتاح وانت تمام، فتظن بانه بس الاخرين اللي ممكن يتاثرون، انت ذكي وواعي وتفتهم وعظيم فما راح تتاثر. هذا ليش فلت. فهسه على سبيل المثال راح اعطيكم مجموعه من الميم اللي مر عليكم ونشوف شنو ممكن تداعيات. انسانه مدرسه طبيعيه محترمه قررت بانه تنزل مثلا دروس على اليوتيوب، لازم تلقى بانه اكو مقطع من الفيديو مقصوص مخلينا كميم لايحاء معين. يعني ما اريد اوضح ايحاء معناه مو جيد، بس تخيل تاثير هذا الموضوع على فئه المراهقين اللي هم اكثر فئه تستهلك الميم. هذا الشيء ممكن يعزز عندهم النظره الشيئيه للمراه، بان المراه صعدت نزلت صارت مدرسه اعلاميه الى اخره، هي بالنهايه اكو شيء معين بيها له علاقه بموضوع معين. ممكن نروح لخطوه ابعد، بانه ذولا لما راح يتزوجون، لما راح ينتهي هذا الاندفاع الجسدي اللي مدته ربما 3 دقائق 4، راح يجد نفسه عاجز على التعامل ويا هذا الكيان اللي بيه مشاعر وعواطف وعنده اهتمامات وعنده طموحات، لان بكل بساطه هو بعمره ما شافك هذا الكيان، هو شاف اداه لشيء معين. يعني اتمنى تكونوا فاهمين علي، اذا وضح اكثر من هيك يقبضون علي ترى. فشوفوا تداعيات هاي النوعيه من الميم بعقول مراهقين توهم قاعدين يشون. اثر الفراشه لا يرى، اثر الفراشه لا يزول. على سبيل المثال ميم اخر، يعني هو مر عليه وما ادري اذا راح القاه فاخليه بالمونتاج او لا، بس عموما هو كان عباره عن بنيه يعني منهاره تماما طالعه بالفيديو، جاي تقول اكره هذا العالم، هذا العالم قبيح ما اريد ابقى به. فاحنا بالضبط ما ندري شنو الصدمات النفسيه اللي مرت فيها لدرجه انه هي قاعده تبكي وتصرخ انه هي تكره هذا العالم. الموضوع صار ميم، وكل الناس حطوا لايكات وضحكوا عليها بدون ما واحد يتساءل انه مسكين هذا الانسان، يعني ممكن وصل لمرحله معينه وانهار لهالدرجه، وكل احنا معرضين بانه ننهار بلحظات معينه. يعني تخيل بانه هي بابشع مراحل الانهيار وبعدين صارت ميم، فايش قد راح يتدبل الانهيار ماله. تخيل بقى، يعني ممكن انت لما يمر عليك هذا الميم يعني اضطرارا تضحك، دماغك الحيواني قرر يضحك. بس اللي استغربه فكره بانه تحط لايك وتسوي شير، يعني هنا دماغك الانساني ما سوى كنترول على الدماغ الحيواني مالته. بالنهايه حتى لو دماغك الحيواني ضحك، حاول انه دماغك الانساني يسوي كنترول، فلا تحط لايك ولا تسوي شير. يعني لازم نحاول نسيطر على تطرف هذا الموضوع على قد ما نقدر. بالنهايه اكو فئه تشوف هذا الشيء مقدس، يا عمي هو ميم عادي، الميم ينقال باي شيء. طيب نسيت اقول لكم شيء، تتوقعون شنو هو الميم بالتاريخ اللي هو هذا اللي يسمونه الدانسينج بيبي؟ فتخيلوا احنا وين وصلنا اليوم مرحله، يعني شوف الميم ايش قد تطور ايش قد صار متطرف. شكرا.